مقسم من خارج السلم، أطالب بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بمنح خارج السلم لكل المزاولين والمتقاعدين هيئة التدريس الابتدائي والإعدادي والمحقق الاقتصادي والإدارة والمحققين التربويين، علما أن اتفاق 26 أبريل الذي أقر بأحقية كل الناس ذوي المسار المحدود في الترقي إلى خارج السلم أي الدرجة الممتازة. هذا الاتفاق أتى بآفاق جديدة لرجال التعليم قطعت الشك باليقين بين الماضي والحاضر أن ما كانوا يعملون رجال التعليم ذوي المسار المحدود أصبح متاحا مفتوحا في وجههم انطلاقا فاتح يناير 2012. اتفاق 26 أبريل تم تنفيذ جميع بنوده كالتسقيف الترقية، الرفع من حد أدنى الأجور، الترقي إلى خارج السلم، يعني المناطق النائية لا زالت قيد الدرس، وكذلك الدرجة الممتازة استفادت منها قطاعات أخرى في الوظائف العمومية كالصحة والعدل والمالية. وبقيت وزارة التربية الوطنية تنتظر في الرفوف لا ندري لماذا، تارة نقابل بالعدد وتارة نقابل بكبار الغلاف المالي، وتارة أخرى يقال نحن لازلنا ننتظر الحلول المبتكرة. ولكن للأسف الشديد أن رجال التعليم إن كان العدد كثير فإن عدد المدرسين والذين يتلقون الدراسة والذين يجتازون الامتحانات والدخول المدرسي التي تتجنب الدولة إنجاحه ونهاية الموسم الذي يروح على الجميع هي بأيادي رجال التعليم الذين يؤدون الرسالة بكل صدق وأمانة. بالنسبة للغلاف المالي يجب أن نتكلم عن الغلاف الصحي. الناس الذين أفنوا شبابهم في البوادي والقرى ولقنوا الدروس ولقنوا شعار خالد الله الوطن الملك ولقنوا مبادئ التربية والتعليم وكونوا أجيال صادقة عادت الله على أداء المسؤولية والأمانة بكل صدق وإخلاص، هم الآن عرضة للإهمال الصحي، يعانون من أمراض شتى، هم الآن طريح الفراش ليعم بحال من الله سبحانه وتعالى. فلماذا نقيس الغلاف المالي بالغلاف الصحي؟ هذا من جهة. إن كان هناك من تكريم رجال التعليم فهو إعطاهم حقهم. نحن لا نطالب بالحج ولا بالعمرة التي عمرنا في التعليم كثيرا، ونطالب بتيسير وسائل النقل، ونطالب بتوفير وسائل السبل الراحة ولا العيش الكريم، نطالب فقط بمنحنا حقنا وأعطي لنا. هذا ليس مطلب وليد اليوم، هذا مكسب تم تفعيله. كيف يعقل اتفاق تاريخي دستوري اجتماعي حظي بمباركة خطاب صاحب الجلالة 9 مارس 2011 استمد قوته من خطاب صاحب الجلالة 9 مارس 2011 وحضره رئيس الحكومة آنذاك السي عباس الفاسي وكل الطاقم الوزارية والنقابات الممثلة المركزية والباترونة، وبحضور لأول مرة اتفاق تاريخي يحضره ممثل صاحب جلالة السيد محمد المعتصم رحمه الله، وتم تفعيل الاتفاق تنزيل أرض الواقع، وبقي خارج السلم يراوح مكانه من فترة الأخرى. نحن نأمل في الحكومة الحالية التي رأسها السيد عزيز أخ النوش، نقدر كم التقدير مجهودات حكومية موقرة ونأمل فيهم خيرا على أن ندعو حدا لمعاناة رجال التعليم المتقاعدين المزاولين قصد منحهم خارج السلم. نأمل كذلك في النقابات المركزية التي كنا منها ولا زلنا معها وسنبقى إلى أن نرث الأرض من عليها، لسنا بديلا عنها ولسنا ضدها بل نحن سند لها. ونحن كنا ما زلنا نحن انخرطنا في اللجان الثنائية في المكاتب الإقليمية أو الجهوية في المجالس الوطنية، ونفتخر بانتمائنا للنقابات الوطنية العتيدة. نحن نقول لهم أنتم تاج فوق رؤوسنا ونحن أنتم المحامي والمدافع عن حقوقنا، فنأمل فيكم خيرا ونتوسلكم خيرا ونأمل بأن يضعوا حدا لمعاناتنا. النقطة الثالثة نتوجه إلى السيد الطالب العام رئيس غرفة البرلمان، نقدر كامل التقدير ونحترم أي احترام له ولكل البرلمانيين معارضة وأغلبية، أن يضعوا حدا لمعاناة فئة المتقاعدين المزاولين المطالبين بحقهم في خارج السلم. أول ما أبدأ به هو هذا الإعلام الحر الحاضر معنا هذه المنابر، تنحييكم وأشكركم جزيل الشكر، لأن على الأقل بعد لقينا عندكم أنتم أداة صاغية، أستاذة التعليم الثانوي الإعدادي السلك الأول، لازلت مزاولة، عضوة في المجلس الوطني للتنسيق لقطاع التعليم، مقصية بطبيعة الحال، مقصية من خارج السلم بأثره الرجعي المالي والإداري. هذا الإقصاء الذي طال زمنه وطال انتظارنا
إلى التعجيل بحل هذا الملف. هذا الملف للأسف الشديد الذي لا يطرح على طاولة الحوارات، هم لا يطرحونه على طاولة الحوارات، ونحن متمسكون به وسنظل متمسكين، لأننا كما ذكرت سالفا أننا لا نستجدي، نحن نطالب بحق لنا فيه. أعطتنا حكومات 2011 26 أبريل، اتفاق 26 أبريل 2011. وكما أقول دائما، إذا كانت الحكومات المتتالية علينا هنا في المغرب حكومة عندها المصداقية وحكومة ما عندهاش المصداقية، حكومة تفعل اتفاقاتها وحكومة يتم الالتفاف على اتفاقاتها، فنحن نبرأ من هذا الحال هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وبطبيعة الحال لازلنا في النضال، مرينا بمحطة احنا وفق واحد الخط نضالي 20 غنبدا غير بالاخر ديالو. في 20 ابريل كانت ندوة الفكرية، في 26 ابريل خلدنا تاريخ الاتفاق اللي هو 26 ابريل 2011، فخلدناه في 26 ابريل 2026. واليوم احنا في 8 ماي لا زال خط نضال مستمر عندنا. احنا في 8 ماي عندنا ندوة صحفية كما تفضلتم وتكرمتم مشكورين للمزيد من المطالبة بهذا الحق. نحن لا نستجدي، نحن نناضل من أجل حق مسلوب. فإذا كانت هذا الاتفاق غير ملزم بالنسبة للحكومات التي أعقبت الحكومة التي منحتنا إياه، فكل الاتفاقيات التي كانت آنذاك في سنة 2011، والغريب في الأمر أن هذا الاتفاق استفدوا منه قطاعات أخرى واستثنونا نحن نساء ورجال التعليم. وكما سبق أن ذكرت للأخت الكريمة، ليس لنا ذنب سوى أننا قرينا وربينا وكونا هاد الناس اللي توالت على الحكومات، فهذا هو الجزاء ديالنا. نحن سنظل صامدين إلى حين استرجاع حقنا المسلوب بأثريه الرجعي المالي والإداري. المتقاعدون كانوا مزاولين في 2011 وهم أصحاب السبق ونحن على إثرهم. وشكون اللي قال ما كان حنا براسنا وعلى مقربة التقاعد غادي نخرجوا أيضا بلاش؟ إذن لا بد من تسوية هذا الملف. هذا الملف لي شكرا للمنابر الإعلامية الحرة اللي تتقاسم معنا، راه تنحسوا بكم أنتم الوحيدين اللي تتقاسموا معنا هذا الهم، أما غيركم من المسؤولين لا يطرحوا الملف على الطاولة، هم ما تيطرحوش الملف على الطاولة وحنا غادي نطرحوا الملف ديالنا في الساحات وسنناضل. تنسمحوا في وليداتنا، في أزواجنا، في ديورنا، في أهلنا، وتنحضروا لهذه النضالات والأشكال النضالية، والتي بتوفيق من الله عز وجل سنطورها إلى حين استرجاع حقنا المسلوب الذي يقتضي خارج السلم بأثره المالي والإداري. ميديانايا، تحري، صدق، مهنية. باش يوصلكم جديد ميديانايا ما تنساوش الاشتراك، البارتاج وتفعيل الجرس. مرحبا وألف مرحبا.